ريجد يختار التوزيع، ضربة جزاء للترجي الرياضي التونسي. ضربة جزاء لهيثم جويني والترجي الرياضي التونسي من إشارة من الحكم وسيم بن صالح بعد التوزيعة الأخيرة، ونقاش من أكرم بن ساسي مخالفة على هيثم جويني في مناطق الجزاء. اقرار الحكم وسيم بن صالح. سعد بقير والهدف الاول للترجي الرياضي التونسي، واكيد ما يحتفلش باعتبار انه لعب لسنوات مع الملعب الجيبسي وحقق نتائج ايجابيه وتجربه ثريه مع الملعب الجيبسي لسعد بقير. الهدف الاول للترجي الرياضي التونسي من ضربه جزاء. جايبي سعد بقير في منطقه الجزاء، سعد بقير والهدف الثاني. الثنائيه لسعد بقير، مره اخرى ما يفرح سعد بقير اكيد وواضح، واحترام لفريقه السابق. الثنائيه لمتوسط ميدان الترجي الرياضي التونسي من تمهيد من ادم رجيبي و